قوى ناعمة مؤمنين بخارطة الطريق اللي طرحها سيادة الرئيس، ونثق ونأمل بكل العشم في وجه الله ان خارطة الطريق تتحرك بسلام، وهذا السلام لا يتم الا بعد ان ينصب كل مصري نفسه رئيس للدولة، كل واحد مسؤول عن البلد. محدش يقول ماليش دعوة، محدش يقعد ويحط ايده على خده ويتوقع ان الحكومة تعمل كل حاجة وان السيسي يعمل كل حاجة. ما ينفعش، لازم كلنا نتحرك بهذا التوجه. انا يحضرني موقف مش هنساه، بنصور في لندن واذا بالمخرج بيطلب من المصور انه يحط الكاميرا عشان يصور احمد ماهر وهو داخل الفيلا بتاعتي. فاللي جه قال له البوليس هيجي لك لو ما كانش معاك تصريح، وفجأة فتح بابه وخرجت سيدة اقسم بالله لسه ما قفلتش الروب عليها وقال معاك تصريح عشان تصور. فالراجل باستهانة شديدة قال سيبكم منها يلا نصور. في ثانية البوليس جه. طبعا البوليس ما اتحركش لانه بيشم على ظهر ايده، انما الست اللي طلعت لنا دي تستشعر ان ده حق بلدها. احنا عايزين نعيش بهذا الاحساس. يعني اسمحوا لي، الجداريات اللي بنشوفها والكلمات اللي عمر مصر ما سمعت عنها، ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل في بلدنا؟ طبعا انا لا الوم على اللي بيكتب، انما الوم على اللي بيشوف ويعمل نفسه مش شايف ويطنش. اذا لابد ان ننصب نفسنا او انفسنا، كلنا مسؤولين عن هذه الامه.